ولاد رزق القاضية. تعالى لما بنتكلم عن ولاد رزق الجزء الثالث احنا بنتكلم عن اضخم ميزانيه اترصدت لفيلم مصري وهي 8 مليون دولار، يعني 400 مليون جنيه. احنا بنتكلم عن طارق العريان وما ادراك من طارق العريان. بنتكلم عن فيلم فيه اكبر تجمع من نجوم الصف الاول: احمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كمان اسماء جلال ونسرين امين. ضيوف شرف زي احمد فهمي، اياد نصار، يعني نجوم كل واحد فيهم يشيل فيلم لوحده. ده غير طقم الموزز اللي موجودين في الفيلم واللي اساميهم ما تفرقش اصلا. طارق العريان واحد من اهم مخرجي السينما المصريه، واحد عمل في خلال 35 سنه 9 افلام بس. هو صحيح مخرج كسلان متاثر جدا بالسينما الامريكيه، بس كل فيلم عمله طارق العريان اكيد فيلم متميز، تحس ان وراه مخرج له بصمه خاصه ووجهه نظر مختلفه. طارق العريان بدا مشواره الفني في سنه 1990 بفيلم الامبراطور لاحمد زكي، وعلى مدار 35 سنه ما عملش غير 9 افلام بمعدل فيلم كل 4 سنين. ولو هنتكلم عن طارق العريان يبقى هنتكلم عن الباشا، الامبراطور، السلم والتعبان، تيتو، الخلية، اسوار القمر، وثلاثية اولاد رزق اللي بدأ الجزء الاول منها في سنة 2015. طارق العريان مخرج متمكن ومتميز في التصوير وفي التكنيك وفي طريقة صناعة الفيلم، في اختياره للموضوعات بتاعته. واللي بيتفرج على سينما طارق العريان يعرف قد ايه هو مغرم باظهار التباين ما بين الطبقات في مصر. دايما في افلامه هتلاقي الطبقة المخملية، طبقة الاغنياء قوي، الناس الاثرياء ثراء فاحش، او الطبقه المخمليه، وطبقه المهمشين، الناس اللي بتتعب قوي في حياتها عشان يدوب تعدي يوم. طب يعني في الاخر الفيلم يستاهل ولا لا؟ يعني بقول لك طارق العريان ونجوم اجانب وبادجت 8 مليون دولار واربعه من نجوم الصف الاول، ونجوم اجانب وكميه موزز ملهاش اول من اخر، ونجوم اجانب وعربيات متدغدغه اكتر من الافلام الامريكاني، ونجوم اجانب، وجاي تسال الفيلم يستاهل ولا لا؟ هصدمك واقول لك الفيلم ما يستاهلش. بصراحه لا، الفيلم ما يستاهلش. هصدمك واقول لك لا، هصدمك واقول لك لا الفيلم ما يستاهلش. تعال اقول لك ليه. اولا في كسل كبير من صناع الفيلم في ان هم يعملوا قصه مختلفه، فاستسهلوا وراحوا لنفس القصه الاصليه بتاعه اولاد رزق الجزء الاول والثاني. في اولاد رزق الجزء الاول الفكره نفسها كانت مبهره، فكره انك تشوف الفيلم بسيكونس واحداث معينه ويجي البلوت تويست في الاخر تكتشف انك انت كمشاهد ضحك عليك، وان ولاد رزق وهما بينصبوا على رؤوف حمزاوي نصبوا عليك انت نفسك كمشاهد. الحكايه في حد ذاتها كانت جديده وكانت مختلفه، وده اللي نجح اولاد رزق الجزء الاولاني. لما جم عملوا الجزء الثاني كانوا عاوزين يعلوا عن الجزء الاول، وكانت المشكله اللي قدامهم هو برضو البلوت تويست اللي كانوا عايزين يعملوه في الاخر. بس السيناريو كان قوي ومتماسك وقدر ان هو يشد المشاهد لحد اخر دقيقه برضو في الفيلم. ورغم ان الحدوته اتحرقت والموضوع ما بقاش فيه مفاجآت، لكن يفضل الجزء الثاني بصنعه طارق العريان والحبكه الدراميه بتاعته قوي في نفس قوه الجزء الاولاني بالظبط. لما تيجي تعمل الجزء الثالث بقى انا كمشاهد مستني منك انك تبهرني اكتر من الجزئين الاولانيين. هو الحقيقه الابهار حصل بس على مستوى الصوره، لكن القصه ما فيهاش ب5 جنيه تجديد، لان ما فيش اي حاجه جديده في الجزء الثالث. سيكونس الحدوته هو نفس سيكونس الحدوته بتاع الجزء الاول والثاني. ولاد رزق بيعملوا عمليه كبيره، واحد فيهم بيتخطف، اللي بيتخطف ده بيحكي حكايه للي خطفه بتتوهه وتوديه في سكه تانية. بنكتشف في الاخر ان الحكايه اللي اتحكت غير الحقيقه اللي حصلت بالفعل. وطبعا ولاد رزق هم اللي بينتصروا في الاخر. خد عندك مثلا القلم اللي ضربه رضا لمراته اللي هي نسرين امين، ده انا راجع بنفس مفردات الحوار في الجزء الاول والثاني والثالث بنفس الطريقه، هو نفسه من الاجزاء اللي فاتت، مفيش اي تغيير. حتى حواره ما بينه وبين حماته واعتذاره ليها هو ما فيهوش جديد. طريقه الحكي نفسها انه حد من ولاد رزق يتخطف ويحكي حكايه غير اللي تكون بتحصل في الحقيقه، لحد ما يجي البلوت تويست في الاخر وتكتشف كمشاهد ان اللي انت شفته غير الحقيقه خالص. المشهد الثاني هو مشهد اسماء جلال او سمر اللي هي خطيبه ربيع، وهي رايحه تكتشف خيانته ليها مع النسوان في الشقه. نفس المشهد ده بكل تفاصيله عملته ندى موسى اللي كانت عامله خطيبه ربيع في الجزء الاولاني. فكره البادجات اللي اتسرقت في الجزء الثالث هياها نفس فكره الباركود اللي كانت موجوده في الجزء الثاني، واللي اتسرقت بنفس الطريقه برضو بس من غادة عادل. حتى البلوف بتاع رؤوف حمزاوي لما ضربوه وصوروه فيديو وبعتوا الفيديو لخالد الصاوي هو بيتكرر في الجزء الثالث، بس عملوا الفيديو وبعتوه لسيد رجب. حتى لما احمد داوود اعتذر عن دوره وصناع الفيلم لقوا نفسهم في ورطه، حبوا يخرجوا من الورطه دي فاخترعوا شخصيه كوري اللي كانت عباره عن كوبي بيست من شخصيه عاطف. يعني حتى لما جات لهم الفرصه ان هم يغيروا في الدور شويه ما عملوش اي مجهود، واخترعوا شخصيه كوري وجابوا علي صبحي عشان يلعب الدور. منتهى الافلاس. وفي الاخر لما استعان المخرج بكريم عبد العزيز عشان يعمل هو شخصيه سلطان الغول،
وقع المخرج في غلطه، وهو ان المخرج جاب اجزاء من حكايه احمد الرافعي اللي هو مدرس البيولوجي اللي كان عامل نفسه سلطان الغول، وحطها على لسان كريم عبد العزيز اللي هو سلطان الغول الحقيقي، واللي المفروض ان محدش شافه ومحدش يعرف الحكايات دي عنه. وفي رايي ان دي سقطه اخراجيه ما كانتش تخرج من طارق العريان. في الاخر اقدر اقول لك ان ولاد رزق فيلم ممتع على المستوى البصري، هتتفرج مش هتحس بثانيه ملل واحده. الفيلم واخد الاكشن لحته تانية ما حصلتش قبل كده في السينما المصريه، هتعلي سقف توقعاتنا للاكشن بعد كده في الافلام اللي جايه. لكن لو على مستوى القصه والحوار، فلو كنت شفت الجزء الاول والتاني مش محتاج اصلا تتفرج على الجزء التالت. اتفضل ابعت بقى كده الفيديو لمعالي المستشار، بس النص الاولاني بس.